السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا حبايبي، النهارده جايبه لكم سر كبده العربيات اللي هي بتاعه الشارع دي، التحفه بريحتها الجباره. بس قبل اي حاجه صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وهقول لكم كده تريكات لو عملتيها في الكبده بص تطلع معاكي رهيبه. بصوا حبايبي، اساس الكبده عشان الريحه بقى الجامده اللي انتي بتشمها دي ليا او دهنه. دي اللي كان عندي دهنه، فانا قطعت كده شويه دهنه، عايزه تبشريها براحتك. برضو الكبده يا جماعه اساسها توم. توم كده انا مقطعه، عايزه تدقيه براحتك. وده اللي موجود عندي بصراحه، ده فلفل رومي على حامي. تمام كده. انا طبعا هحط شطه عشان اعزز طعم يعني يبقى حراق كده وسبايسي طعمها حلو. ودي الكبده دي انا بصي طلعتها كده يعني ايه مجمده شويه على اساس ان انا اقدر اقطعها. طبعا انا هقطعها اللي هي التقطيعه اللي هي اللي هي العصافيري، لان الكبده دي يا جماعه كبده شرايح. بالله عليكم بس قبل اي حاجه اعملوا لي لايك ودعموا القناه بالله عليكم وشاهدوا الاعلان كامل، واشتركوا في القناه لو القناه عجبتكم. ويلا كده نسمي بسم الله ونبدا الوصفه بتاعتنا وان شاء الله هتعجبك، بس كملي معايا الفيديو للاخر. عايزه اقولك ان انا بدي الكبده معايا كده شطفه، يعني بغسلها. في ناس ما بتغسلهاش بس بصراحه انا بحس انها ما بتبقاش نظيفه. بصوا يا حبايبي، انا هحط لها كده شويه شطه عشان تبقى سبايسي كده وخطيره. اساسا الشطه دي حاميه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا كده واقفين نسمي بسم الله عشان ربنا يبارك لنا في الحاجه. ونحط شويه فلفل اسمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا حبايب قلبي، وشويه كزبره. تمام. شويه ملح، ما تكتريش عشان ما تبقاش الكبده يعني مالحه وتبقاش حلوه. وهتحطي كده الثوم المفروم عليها. بصوا يا بنات، هتحطي زي معلقه خل كده اهو. بسم الله عشان الزفاره، وهتبقى تحفه معاكي. اوكي كده. هاجي انا بقى على البوتاجاز هوريكم يعني هعمل ايه. يلا نقول بسم الله ونبدا. كده انا شغلت البوتاجاز. عايزه اقول لكم والله ان انا عشان اظبط الزاويه بتاعه التصوير الموضوع بياخد معايا وقت كبير جدا. بصوا كده هنقول بسم الله ونحط شويه زيت. بس حطي شويه زيت يعني كويسين عشان الكبده بيبقى فيها صوص حلو كده. تمام. والزيت هيسخن شويه معايا، وبعد كده هنزل عليه بالدهنه بتاعتنا اهو. مش عارفه واضحه ولا ايه اهو يا بنات. الدهنه اللي هي اهي دهنه او ليه. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب الدهنه دي معايا لما تسيح. امشي بقى معايا والله خطوه بخطوه كده هتاكلي احلى كبده اسكندراني. تحفه تحفه تحفه. بسم الله ما شاء الله. ما تنسوش بالله عليكم يا جماعه اعملوا لايك عشان خاطر والله العظيم الواحد بيتعب. انا قعدت قد كده عشان اظبط التصوير، عندي المطبخ صغير. وبالله عليكم كده اقفوا جنبي وادعموا القناه، وان شاء الله انزل لكم وصفات حلوه قوي. عندك بقى اللي هي كمان بتبقى قطعه من الدهنه. هعمل ايه بعد كده؟ هنزل بالفلفل الحامي والرومي. لو عندك كميه اكتر من كده كتري. كده ما شاء الله الريحه يا بنات خطيره، والله خطيره، هتعجبك قوي. معلش يعني بتحصل في احسن العائلات عادي جدا. بس كده انا مش هخلي الفلفل ينزل ميته. هقلب معايا كده الكبده، نقلبها بالثومه بقى والحاجات الجميله اللي احنا حطيناها دي. وتعالي بقى شم الريحه. هنسمي كده بسم الله.
بسم الله. كده بصي انت ده كله معليه النار ومش هتقلبي فيها عشان الكبده بتاعتك ما تنزلش ميتها كلها. خلي بالك من الحته دي. انا هسيبها كده ان احس ان هي اتغلفت، اللون بتاعها اتغلف، وبعد كده اروح مقلباها على الناحيه التانية. والكبده يا جماعه ما بتسواش قوي عشان ما تشدش معاكي. تمام. خلي بالك من الحاجات دي كلها. اوكي بس كده. انا يعني هقفل شويه لغايه لما الكبده تاخد لون عشان ما اطولش عليكي. بصوا يا بنات الكبده اهي ما جابتش ميه معايا. لو جابت ميه معايا هتزفر، هيبقى طعمها مش حلو خالص. والله العظيم ريحتها تحفه وطعمها خطير. جربي كده وانتي مش هتندمي. بس كده خلاص عشان هي اتشمعت معايا واخدت لون اهي. مهما انت قلبي بقى كده مش هتنزل معاكي ميتها ولا اي حاجه. تمام. طبعا هي لسه فاضل لها شويه صغيره كده على السوا، وهتاكلي احلى كبده. اعملي بقى سندوتشات عيش، سندوتشات فينو. احنا جايبين عيش بلدي وهنعملها كده سندوتشات. عايز تعملي جنبها سلطه الطحينه، بفضل ونعمه من عند ربنا. بالله عليكم بصوا جربوا الطريقه دي. بصوا هتحسوا بطعم رهيب والله العظيم زي بتاعه الشارع بالظبط. وجربوا حته اللي هي والدهنه، وحطوا التوابل اللي انا قلت لكم عليها. عايزينها حراقه حطوا شويه شطه وزودوا الفلفل الحامي ودوقوا احلى طعم. البنات عايزه اقول لكم ان انا يعني كنت بحبها جدا لما كنت بنت، احب اكلها جدا من الشارع. دلوقتي لو هيعملوا فيا لو ايه حتى ما اقدرش اكلها ابدا من الشارع. يعني طبعا ربنا يرزق كل الناس، بس بصراحه بقيت اقرف منها جامد. لما تجيبيها كده وتعمليها في البيت حاجه نظافه وسعرها اكيد طبعا اقل من بره. كل حاجه دلوقتي بقت غاليه يا جماعه. فحاولوا ان احنا تعملوا اي حاجه نفسكم تروح لها، حاولوا تجيبوها وتعملوها بطعمها بيختلف تماما. طبعا انا عشان مقطعاها في البيت فجت تقطيع مني كبير شويه. انتي لما تروحي اللي هو بتاع الكبده قولي له قطعوها لك قطع صغيره. شايفين؟ خطيره والله، خطيره خطيره. بس كده ياخد لها دقيقتين معايا. وشايفين بقى الصوص اللي بيبقى طالع منها ده بيتغمس تحفه تحفه. بس انا للاسف كان عندي كميه الفلفل قليله فما عملتليش صوص كتير. بس خطيره والله العظيم يا بنات. لايك واشتراك بقى وهوريكم كده المنظر. بصوا شايفين ما شاء الله خطيره والله العظيم تحفه. شايفين؟ والريحه بتاعتها والطعم خرافه خرافه خرافه. دعوه حلوه منك كده لكل اللي تجربها وتعجبها، ولايك واشتراك. وبشكركم جدا وباي باي.